نادي الزمالك ما بيعرفش يشتري زمم. بقعد مع الحكم ككابتن، الحكم يقول لي عايز ضربة جزاء ولا تطرد لعيب. الزمالك ما بيعرفش يرشي. اسال بتوع بورسعيد عايزين يروحوا بورسعيد يعمل شوبينج، ماشي، وبعدين ينزل عايز حاجات تانية يشتريها من القاهره، ماشي، مش عارف عايز ايه، حاضر ماشي. نادي الزمالك ما بيعرفش يعمل الألاعيب اللي تخليه يكسب بطولة أو ياخد لقب بأساليب مشينة. كل ضربات الجزاء من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده، ما فيهمش ولا واحده جميل يا كابتن ولا واحده سليمه، ولا واحده ضربه جزاء. 5 سنين بتشيل المدافعين. عشرات السنين شايفين الظلم اللي واقع على نادي الزمالك. كنت بخدم على نادي الزمالك كتير جدا في منطقه الجيزه جدا، وياما شلت بلاوي سودا وياما شلت تقرير حكام، اقول له بصراحه يعني، وياما كنت اجيب الحكم عشان خاطري ما تشطبش الكابتن فلان، ما تشطبش في عملت اللي ما حدش عمله. بس بكلمك بصراحه يعني جملت الزمالك كتير. الارهاب للحكام بدأ من اول جولة. كنت بقول للحكام وانا بدرب الزمالك، كنت بقول لهم حاجات اخش فيها السجن. لما رحت مسكت وادي دجله والمقصه، مره بصيت لحكم كده بس وقفت 4 ماتشات. تفضل تكذب وانتمائك سايقك لان انت تجادل في اي حاجه وتصفصط في اي موضوع، وتفضل تقنع الناس بالباطل على اساس ان هو ده الحق. ده انت كده، انت خلاص، انت معروف ان انت لجنه، الناس كلها عارفه ان انت لجنه. يلا يا سيدي، لجنه اخر مره 1 2 هوبا. انا مش بدعي مظلوميه، انا بتكلم في واقع انا عايشه وشايفه. انا لا جات لك وادخل معاك في حوار، وانا ممكن اقول لك حاضر وتفضل في نظري حمار.